أحدا أن يوفي، ولكن نذكر بعضنا البعض أن إحنا في رمضان لابد أن نكون قدمنا من رمضان لحياتنا، حتى يوم القيامة عند الحسرة لا نقول لما نشوف الحول ده، لما نشوف اللي الظلمة بتاع القبر، لما نجي نشوف الملكين دول يجي خاشين كيف، شكلهم كيف، وانا مصيري كيف، ولا هيحصل واحد من الاثنين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ورانا. القبر اما روضه من رياض الجنه، جعل الله قبورنا وقبور من سلف وقبور ابائنا وامهاتنا روضه من رياض الجنه، والعياذ بالله الثاني ده حفره. والله يا جماعه انا لو ما مشينا دول، والله يا جماعه القصه ما قصه والله دول كان طيب، والله في ركن في بريك وقع عليك، والله وقع يا اخي الزول ده كان فاضل، ده في الشيء الظاهر كيف حاله مع الله، كيف وضعه في الدفاتر، كيف وضعه مع الصلاه. ان كان يتظاهر امام الناس هذا لا يفيده، ما بيفيده، بيعمل شنو؟ بيقول ليك الدفتر ده شافوا ليك الدفتر ده ما بيصلي كويس، صلاه الصبح ده ولا حاجه، هو صايم في رمضان وجهجه ما بيصلي الا مع الظهر. يا اخي لا فتح كتاب الله، لا صلى نوافل في رمضان، ونحن عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم انه النافله تعدل. جيت خشيت هنا وصليت لك ركعتين، الركعتين ده صوابه بتعدل فريضه في غير رمضان، والفريضه لو عديت الفريضه في رمضان تعدل 70 فريضه في غير رمضان. شوف رمضان لكن بس ده يكفي بس. فهنا يا جماعه صلاة ما مجيها، في آية هناك في كتاب الله بتقول ولهم مقامع من حديد. المقمع مزربة من النار، والله يجي يد ضربة واحدة للميت ده ينزل 70 خريف لتحت، قبل ده كله بيتولع نار، ونحن قاعدين فوق بنقول الله يسوع ده كان لا حول ولا قوة، والله كان طيب يعني. في بعض المواطن الثناء والشهادة بتفيدوا، لكن نحن دايرين نقول شو يا جماعة؟ نستفيد من رمضان، نرتقي. رمضان ده طيب نعمل ايه؟ نحن اليومين دي بنوصي بعضنا في حاجات معينة. الحاجة الأولى إنه نحن نتقي الله في خلواتنا، نتقي الله أمام الناس، لا نفعل الشيء حتى يقال فينا أننا سخيين، أننا ذو عطاء، أن صوتنا جميل، أننا نركع لله ركوع الراكعين. في المظهر يكون كل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. اليومين دول بنوصي بالإنفاق في سبيل الله، ودي من أجل الأعمال. وفي ناس المسلمين بيعملوا شوف عامة الناس، والله شوف أنا لقيت ربنا اللي وداني قروش يا أخي رمضان ده فريق ده من أوله لآخره، أنا والله ما كنت أخليه، والله أي بيت أنا بالمناسبة كنت بكفيه، ما حيديك ولكن قولي لي، لأننا لو عرفنا معنى الإنفاق، الله لما قال لنا أنفقوا وما تقدموا لأنفسكم، مش كده؟ الإنفاق في سبيل الله حثانا رسول الله، والله في الكتاب كان الذين ينفقون أموالهم، مش كده؟ الذين ينفقون أموالهم، لأنه الناس مفتكرة الإنفاق ده بالنسبة للزول اللي عنده، ما في آية ثانية بالنسبة للزول اللي عنده، الزول اللي ما عنده لا ده ما معي، لا في آية ثانية فاعلة. الآية بتقول الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء، والناس أغلبية الناس مفتكرة السراء مرتبين، الضراء مش كده؟ الثاني ده اسمه شنو؟ يعني الخير الفرح والكره، لا السراء في الوقت اللي ربنا مديني ما شاء الله، الضراء في الوقت اللي ربنا مديني شنو؟ بسيط. في كل الأحوال ننفق في سبيل الله.
ننفق به في سبيل الله. والله الإنفاق ده شيء جميل. الصحابة رضوان الله عليهم تعالى أجمعين لما تخرجوا من مدرسة النبي صلوا عليه الحصل شنو؟ الحصل إنه الصحابة كل صحابي كان عنده خاصية. يعني لما نيجي نقول سيدنا خالد أي واحد ذهنه مشوي المعرفة ولا كيف؟ سهيل بن عمرو فضل النزاعات وإبرام الليل العقول. بس أمسك منه زيد ومعاذ بن جبل تعليم الناس، بلال معناته الأذان، مش كده؟ الصحابة كلهم كانوا يجي يعملوا شنو؟ يشتركوا في الإنفاق في سبيل الله. والله الإنفاق ده شيء جميل. أنا أوريك كلام بدل ما نخوض في الصناديق مع الناس، تعالوا نخوض في الصناديق مع الله. والله أنا لو حسيت بإنه الحاجة عندي بسيط، من البسيط ده أقوم أنفقه وربنا بيديك بيه الكثير بيرد لك في الدنيا، بيرد لك. والشيء بالمناسبة لما يطلع من يدك عنده معنى، الحاجة دي عندها معنى. والناس مفتكرة إنه الإنفاق مجرد مال أو شيء يوكل ويشرب وهكذا، لا. ربنا بديك صحة، امشي يا اخينا من زمنك، امشي اقطع من زمنك جزء، سخر الليل الصحه دي في اعانه الناس ومساعده الناس. انفاق في سبيل الله. تعال يا اخينا، انا ربنا مديني علم، ولاحظت جوا المسجد ده في ناس الركوع ما جايبينه كويس. لا قول لهم تعالوا يا اخواني نقعد، اقطع من زمنك ومن علمك اللي انت عندك كان كثير ولا بسيط، الذين ينفقون في السراء والضراء، امشي اقعد يا اخي علم الناس. الانفاق ليس مال فحسب. الانفاق انا ماشي كده اشوف لي طفل او محتاج بيقوم ماشي برجل الحافي، اقوم اعمل ايه؟ اقوم امشي اجيب اشتري اجيب له، لا، امشي لوليه اديه عشان يختار له على مزاجه، لانه اولادي لما اشتري اجيب لهم شنو؟ امرأ اين فيكم اين اخوكم؟ في ولا ما في؟ ليه نجيب ليه المحتاج والليه اليتيم انه يلبس لنا ودي له؟ بالمناسبه الناس كلها المفروض تنفق في سبيل الله كلها، ونحن في شهر رمضان نستقيم عشان يوم القيامه لما يجوا جهنم ما نقول يا ليتني قدمت لحياتي. ومن اين نبدا؟ لحياه الدنيا، ده على العمل. اما الحياه الابديه سواء كان في الجنه او في النار بعد القبر وانت ماشي، مشكله كبيره. لكن انفقت في سبيل الله يوم القيامه الناس ما عارفه شنو؟ الشمس تدنو من الرؤوس، العرب يتصبب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بين قال منا من يلتمه الى ان الى ركبته الى سرته الى ومنا من يلتمه العرب الجامع. شمس ما في اي شجر، مطر، حيطه يمدوك ويجيك تقول لا ما في اي حاجه. والله ربنا جاي ارض المحشر، شفت التصور؟ ارض المحشر قال ارض بلغاء مسطح، والله انت لا بتعرف سيراميك ولا رخام ولا شوف العاصي شنو، وذاته معدة إعداد عشان تسخن مع الوضع. لكن المؤمن برضه على خير. الزول اللي كان بيكفر في رمضان برضه على خير. بيعمل شنو؟ بتيجي تروح تعمل غمامة، بيعمل دور كده، انت براك تكون واقف في دور. الدور ده شنو؟ ده الصدقة اللي انا تصدقت في الدنيا. والصدقة دي يا اخي انا اوريكم كلام. اول حاجة الصدق وما تكذب. أول حاجة يصدقوا يوم من الأيام ربنا يجي يمتحنك، أنت زول صدقت على شخص معين، الشخص ده يوم من الأيام يجي يرفع صوته عليك أو يحصل بينك وبينه خصومة مشادة، أوعك في وشه أو بخلافه تمشي تقول شنو؟ ده شوف جاي كمان بداية نساء لقى قرشين قاعد يعمل كده. ده والله في رمضان احنا لو ما قدمنا له والله ما كان بيقدر يصوم. والله يقول ده بالمناسبة أولاده دي ما قدر والله إلا نحن وإخواني دي كنا واقفين فوق منهم. ده اسمه المنة